ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد من قناه الخفافيش. النهارده هنتكلم عن مسلسل اندر ريتد شويه بدا يتعرف الفتره الاخيره وهو سانز اوف اناركي، و10 اسباب تخليه مسلسل عظيم ويتصنف توب 5 على الاقل. نتكلم عن النقط الاساسيه في المسلسل. المسلسل من بطوله شارلي هونم ورون بيرلمان وكيتي سيجل وتومي فلانجان، بيشارك ممثلين فيه زي مارك بوني وميجي سيف وممثلين تانيين عملوا اداء كويس. المسلسل من اخراج وتاليف كيرت سوتر، مخرج عبقري واعماله مميزه. المسلسل من انتاج شركه اف اكس، وهي نفس الشركه اللي انتجت مسلسلات زي ذا شيلد وسنوفيل، وتقييمه على اي ام دي بي 8.6. نخش على اول سبب. المسلسل جديد من نوعه شويه، بيجيب حياه النوادي الامريكيه وانهم اكتر من عيله بيقضوا يومهم ازاي، بيعملوا ايه شغلهم وايه القوانين اللي بيمشوا عليها، لان كل النوادي بيكون لها قانون معين ورئيس ونائب وبدله بتميزهم عن اي حد، واللي بيخالف القوانين دي طبعا بينتهي امره بالطرد من النادي، لو حاجه كبيره مثلا زي الخيانه بيموت. السبب التاني هي شخصية جاك ستيلر. البطل شخصية في بداية المسلسل هتحبها وهتتعلق بيها وهتعيش معاها أجواء حلوة. وقصة جاكس هي إنه عضو في نادي اسمه سانز اوف اناركي السام كرو، والنادي ليه فروع كتير على مستوى أمريكا. النادي ده هو اللي أبوه مؤسسه جون تيلر. بعد ما أبوه مات سحب أبوه كلاي بيبقى الرئيس وبيتجوز مرات جون اللي هي أم جاكس. بيبتدي المسلسل بإن جاكس بيحاول يوازن بين إنه عنده طفل من مراته القديمة وحياة الإجرام. السبب الثالث الإخراج بصراحة كان حاجة تانية يعني في المسلسل. المخرج كيرت سوتر هو برضو المؤلف، عمل أداء عظيم جدا من ناحية الإخراج والاهتمام بالتفاصيل. التفاصيل بصراحة كانت عظيمة. كيرت سوتر بيفكرني مخرج بريكنج باد، والاهتمام برضو بخروج المشاهد بشكل صحيح. كل ده كان من اختصاص كيرت سوتر اللي ليه دور في المسلسل بشخصية أوتو. السبب الرابع، احداث المسلسل. لما نتكلم عن مسلسل من 7 مواسم فانت بتتكلم عن مسلسل مكتوب صح. سانز مش من المسلسلات اللي هتبقى حماسيه في الاول، وده طبيعي. شفنا مسلسلات زي بريكنج باد وبيتر كول سول، جيم اوف ثرونز ومسلسلات غيرها، لانها مسلسلات دراميه مكتوبه عشان تعيش مع الاحداث، عكس المسلسلات القصيره اللي هي ال8 حلقات وال10 حلقات والموسمين دي. سانز في البدايه عايز يعرفك الشخصيات واوضحهم وهما بيعملوا ايه، تعرف كل واحد ايه دوره في المسلسل، ولما تتابع المواسم وتبدا الاحداث انها تشدك للمسلسل، زي مسلسل سوبرانوس مثلا اكبر مثال. السبب الخامس، واقعية المسلسل واقعي جدا. يمكن سونز اوف اناركي وسوبرانوس هما اللي قدروا يجسدوا نقطة العصابات. سوبرانوس جسد المافيا والعيلة، وسونز جسد النوادي الأمريكية وكيفية تعاملها مع العصابات التانية، زي عصابات السود أو النوادي المكسيكية والبريطانيين، أو حتى تعاملها مع المسلسل بيعرفنا حاجات عن القواضي والفساد اللي في الحكومة، وقضية زي قضية ريكو اللي تعتبر أكتر قضية مشهورة في مسلسلات العصابات، وأكيد لو شفت مسلسلات من النوع ده يبقى سمعت عنها. فهنا بقى تيجي واقعية المسلسل وإنه مكتوب صح. السبب السادس، اختيار الممثلين ما كانش قائم بس على الابطال. الممثلين اللي احنا ذكرنا اسمهم في اول الفيديو، في ممثلين ادوارهم ما كانتش كبيره مع ذلك كانت مؤثره جدا، زي الممثل جيمي سميث. ممثل ما كانش قليل، واللي شافه في ديكستر عارفينه، هو صاحب شخصيه نيرو في سانز. ممثل ظهر في الموسم الخامس لكنه اثر بشكل كبير جدا في المسلسل بالايجاب طبعا، واثر في شخصيه جاكس ذات نفسها. في الممثل ايميليو ريفرا، ممثل ما كانش قليل برضه، وهو اللي كمل وبقى من ابطال مسلسل ماينز المشتق من سانز. ممثل عمل دور عظيم. في ممثلين تانيين زي ديريا دي ماتيو، الممثله اللي كانت في ذا سوبرانوس، وممثلين غيرهم عملوا ادوار حلوه. كاست المسلسل كان متكامل، كل ممثل اتقن دوره واتقن اللي المفروض يعرضه للمشاهد. السبب السابع، من اكتر الحاجات اللي بتهمني جدا هي النهايات. بحب نهايه كل سيزون في المسلسل اللي بتابعه تكون نهايه حلوه. بصراحه ما شفتش مسلسل يقدر يعمل من كل نهايه سيزون نهايه عظيمه غير مسلسل سانز اوف اناركي. كل نهايه سيزون هي تحفه فنيه، الواحد يقعد يقارن بين النهايات من كتر حلاوه النهايات، واختيار امثل لنهايه تخلي المشاهد مستمتع ومستني الجزء الجديد، الجزء اللي جاي في حرق. يعني على سبيل المثال نهاية السيزون الثالث والبلوت تويست الأسطوري، انت قاعد مش مستوعب ايه اللي بيحصل، وفي الآخر بنلاقي نهاية غير متوقعة وبتخليك من بعد كنت ما متضايق وحزين تخليك بتضحك وبتحاول تستوعب ايه اللي حصل. أو نهاية السيزون الرابع نهاية كلاسيكية عظيمة تخليك مبسوط. ونيجي بقى للنهاية الأحزن وهي نهاية السيزون السابع اللي هنتكلم عن كل شيء فيها بالتفاصيل بحرق ومن غير حرق. السبب الثامن، علاقة الشخصيات ببعض. وهل ده سبب يخليك تشوف مسلسل؟ أنا بعتبره سبب. اللي بيميز سانز إن الشخصيات المسلسل هم أكتر من عيلة، ومش مقولة وخلاص. ده المخرج نفسه بيخليك تعيش معاهم وتعرف شخصية كل واحد، تعرف تفاصيل عنه وتتعاطف مع كل واحد وتحبه أو تكرهه. ممكن نقول إن علاقة الشخصيات ببعض، هنتكلم عن علاقة جاكس وتارا اللي مفيش حد ما شافش المسلسل إلا وحبها.
السبب التاسع، واحد من اعظم الشخصيات في تاريخ المسلسلات، جاك ستايلر. جاكس بطل المسلسل اللي شال المسلسل في اوقات وقدم شخصيه عظيمه هتتاثر بيها لدرجه انك ممكن تقلده بعد ما تخلص المسلسل. مش بس النقطه دي، جاكس بيبان في بدايه المسلسل شاب طايش نوعا ما، عايش حياته بيستمتع بكل حاجه، ومع الوقت بتبتدي الضغوط والحياه تصعب عليه الامر، وكل سنه بيعيشها بيتجاوز صعوبات بتغير في شخصيته. تشارلي هونم بصراحه عمل اداء عظيم، عمل استثنائي، واثبت انه احسن حد للدور. قدم شخصيه عظيمه. عندنا مبدا طول الوقت هو الشخص الكويس، وجمله مع نفسه اللي كان بيرددها دايما بتعرفك ان ده مش زي اي شخصيه هتشوفها في المسلسل. قبل ما نخش على السبب العاشر، هنتكلم عن جزء بسيط جدا في نهايه السيزون السادس، ونخش في نهايه السيزون السابع. هنتكلم عن نهايه السيزون السادس اللي واحده من احزن الحلقات اللي ممكن تشوفها. حلقه فيها بلوت تويست حزينه بتغير لك المسلسل بطريقه رهيبه، اللي بتخلي جاكس يتحول في السيزون السابع للأسوأ، تحول دموي، ممكن ياخد قرار متهور في اي وقت، وده اللي خلى السيزون السابع سوداوي بطريقه عظيمه. نخش بقى في نهايه السيزون السابع. نهايه مسلسل سانز اوف اناركي، وهي في الاغلب لو شفت المسلسل هتكون ضمن احسن 3 نهايات شافتها عينك، زي حلقه بابس جودز. هي حلقة كاملة الأركان، ذروة من الفن، حلقة فيها مشاعر من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، نهاية تخليك حزين إنك خلصت مسلسل زي ده، لكن هتبقى فخور إنك تابعت عمل زي ده. نهاية مش ممكن أبدا إن شخص عاقل يشوفها ويقول عليها نهاية عادية. ختامية عظيمة للرحلة دامت 92 حلقة وبتنهيها بطريقة أسطورية، وكل ده نابع عن عبقرية الكتابة من كيرت سودا. الاهتمام بالتفاصيل والمشاعر أدى إلى إنك تعمل مسلسل من بدايته لنهايته مكتمل الأركان من حيث كل حاجة زي ما قلنا. في النهاية حابب أقول إن المسلسل ده أنا عشت معاه أجواء جميلة، تصنف توب 5 على الأقل، كنهاية كبداية كأجواء، حقيقي يعني مسلسل أسطوري ومش واخد حقه.